هنسمي الله. الفيديو بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في كل حاجة انت سألتني عنها في الفيديو اللي فات. احنا لما نزلنا الفيديو بتاع البتاو اللي فات طبعا ما كنتش جايبه لكم ازاي بتعجني وايه المقادير بتاعته. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنقول ازاي بتعجني وهنجيبها كمان مع بعضنا واحنا بنعجن، وهقول لك كمان ايه المقادير وتحطي ايه وايش الحلبة وايه الذرة وايه الرز وكل حاجة باذن الله هنقولها في الفيديو ده ان شاء الله، والفيديو ده هينفعك كتير باذن الله. المهم حبايبي هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين عشان الحاجات الجميله اللي معانا الحلوه دي بتاعه الشتاء. احنا طبعا العيش البتاو ده اولا كده مش بيتخبز غير في الشتاء. في ناس بتخبزه في اخر الشتاء خالص، يعني قبل رمضان بيومين كده علشان الكميه تقعد معاهم في الصيف. يعني في ناس بترتاح، يعني معدتها بترتاح عليه صيف وشتاء مش بتقدر تاكل غيره. طبعا علشان تخبزه في الصيف مش هينفع علشان الجو بيبقى حر جامد، وفي الوقت نفسه الذره اللي عندك بتبقى قدمت ما ينفعش تخبزي منها وهي قديمه، العيش هيسوس منك على طول. وكمان الجو بيبقى حر لان الفرن كبير بيطلع حمو جامد بيخلي الناس اللي قاعده قدام الفرن بتتعب من الحر. ماشي كده، يبقى احنا الخبيز بتاعنا اول حاجه بيتخبز في موسم الشتاء. تمام كده، لان الذره بتاعتنا جديده في موسم الشتاء وخبيزها بيكون افضل في موسم الشتاء. يبقى احنا حبايبي اول حاجه ان العيش البتاو ده او العيش المرحرح زي ما بتسموه او البتاو الصعيدي ده بيتخبز في موسم الشتاء علشان خاطر بنخبز كميات كبيره، ما هواش زي عيش الخبز، ما هو زي العيش البلدي. يعني العيش البلدي بنخبزه صيف وشتاء. هنا هنسمي الله وكل حاجه باذن الله نقولها في الفيديو جاي مع بعضينا، بس هقول لك الاول العجين ايه هو. هنبدا باذن الله في العجين الاول كده، وانا جايه معاكي في الفيديو هقول لك ايه المقادير والكيله بكام وتحط لها قد ايه حلبه وقد ايه رز، وهقول لك كل حاجه باذن الله. هنا حبايب قلبي بقى انا بعجن هنا قدامكم اهو. عجين العيش الخبز غير عجين العيش البتاو. احنا كده اتفقنا لانه احنا نسميه بتاو لاننا هنا في بلدنا بنقول عليه البتاو. انتوا عندكم بتقولوا عيش مرحرح او اي اسم تاني، فاحنا هنا في الاصل هنا بنقوله العيش البتاو. اما العيش التاني اللي احنا بنعمله برضو على القناه ده الخبز العيش البلدي. تمام، يبقى احنا كده عجين العيش البلدي بياخد خميره وملح، عجين العيش البتاو مش بياخد لا خميره ولا ملح. تمام كده، ما بنحطش فيه ملح خالص. هنا طبعا بدايه العجين بتاعته زي ما قلت لكم كده ميه بس، والدقيق هنحطه فيه. الدقيق ده متكون من ايه يا ام يوسف؟ الدقيق ده فيه ناس بتخبز ذره بلدي وفي ناس بتخبزه ذره حكومه. زمان اهالينا واجدادنا كانوا بيحطوا ذره صيفي. الذره الصيفي دي يا حبايبي هي حبه ذره صغنونه قوي كده، ولونها مش ابيض قوي زي الذره البلدي او الذره الحكومه، لونها اصفر شويه كده. ماشي، يعني تدي شبه للحلبه شويه. الوقت ما بقناش بنحطها على الخبيز، مع ان هي زمان لما كانت بتتحط على الخبيز زي كده كانت بتزيده عرق وبتزيده بصي صحه للانسان، يعني كانت بتزيد صحه للانسان. بس طبعا احنا الوقت بنعجنه اللي هو ذره بلدي او ذره حكومه، بنزوده قمح بلدي بس وقت الخبيز. فيه ناس وهي بتعجن كده بتعاير المنخلين او المنخل. بصوا المنخل ده اللي بنحلل بيه. تمام، بتملاه دقيق بتعرمه هرمي كده وتحط مثلا 2 كيلو قمح بلدي. يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الدقيق اللي هي بتعرمه في المنخل ده بيبقى قمح ذره، بيبقى دقيق ذره. تمام، بتحط تاني 2 كيلو قمح بلدي وتخلطهم على بعض وتعجنهم نفس كده. بس لما بتيجي تقطع بقى عشان تخبز تقطع يعني العجين ما بتزودش قمح بلدي تاني. ماشي كده، في ناس بتحب تخلط وكده مع بعضيه في العجين علشان ما تغلبش، ولما تيجي تقطع يعني لما تيجي تقطع بقى عشان يخبزوا ما تغلبش، تخبز على طول ما تقعدش تزود بلدي. انما احنا هنا ما بنزودش البلدي في نفس الوقت. ليش يا ام يوسف؟ علشان بيضطر العجين مننا. عجينة العيش البتاو بتعوز تكون يابسة شوية، اما تعجنيها يابسة شوية بتبصي بتاخدي منها عيش زي التفاح كده. انما لما تعجني عجينة العيش البتاو طرية بصي بتبقى طرية معاكي وعيشها بيلزق منك في المطارح، لان احنا مش بنخبز على ردة، بنخبز على دقيق بس. العيش البتاو بنخبزه على دقيق بس، لان الناس سألتني في الفيديو اللي فات قالت لي يا ام يوسف انت بتخبزيها على رده ولا على دقيق؟ لا، بنخبزه على دقيق بس، يعني بنرش على المطارح دقيق بس. بننزل فيه نفس النزله اللي انتوا بتشوفوها دي
بنزوده بيها عرق ونخلي كل العجينة تبقى ميزة واحدة زيها زي بعضيها. شايفين العجينة يابسة ازاي؟ ما هياش طرية زي الخبز، لان انا لو طريتها زي الخبز مش هناخد منه بالتاو، لا هناخد منه عيش طري بقى كده وما هوش مظبوط. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، العجينه ممتازه وماسكه معاكي كده وجميله. بناخد منها خدعه خدعه هوريكم في الفيديو، كل حاجه جايه معاكم في الفيديو باذن الله. بس انا قلت اجيب لكم من اول العجينه علشان نشوف العجينه عامله ازاي، لان ناس كتيره في الفيديو اللي فات سالتني انت عجنتي ازاي يا ام يوسف. كده عجننا وسبناه، ما بنسيبوش يخمر بقى، لا احنا بنحطه جنبينا وناخد الخدعه زي اللي شفتوها في المجور قدامكم دي او في العجان قدامكم دي. العجان اللي موجود قدامنا ده بناخد فيه الحته من اللي انا عجنته ده، تمام، بناخد فيه الحته من اللي انا عجنته ده، وبنيجي بقى نحط حبه ميه على جنب كده قليله، يعني مقدار كوبايه شاي كده ولا كوبايتين يعني مجين، ونروح واخدين عليهم طبق قمح بلدي. القمح البلدي ده هي ايه يا ام يوسف؟ يا اما شكاير من بتاعه التموين اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالع بالتو زي التفاح كده، وناس قاعده زي العسل، اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك في صحتهم يا رب ويديهم الف عافيه والف صحه يا رب. يبقى احنا كده بناخد قطعه الخميره اللي احنا عجناها في المجور الكبير، وبناخد عليها عباره عن كيلو قمح او نص كيلو قمح. القمح ده يا اما هتضيفي بزيرو، في ناس بتضيف عليه دقيق زيرو علشان يبقى ابيض وجميل كده، وفي ناس كمان بتضيف عليه دقيق من دقيق العهدة اللي هو دقيق الشكاير اللي بنجيبه من التموين، تمام كده. بيحاولوا ان هم، في ناس بتحب تطحنه وفي ناس بتقول لك لا ما نطحنوش في المكنه تاني، هو كده كويس علشان يخلي العيش هايش وهاير كده وتاكلي منه سهل، تمام. في ناس بتحب تضيف قمح بلدي، وفي ناس بتقول لك قمح البلدي ده اللي هو بنجيبه من الغيط، وفي ناس بتقول لك لا لو ضفت قمح بلدي بيطري البتاو ويخليه ما يتفرقش معي سهل، تمام. بناكل بويه العيش ده بقى. بصوا انا هقول اللي عندي كله في الفيديو، ولو نقص اي معلومه انتوا اسالوني عنها في التعليقات وباذن الله هرد عليكم فيها. يبقى احنا كده عجننا مع بعضينا وشفتوا العجينه بتاعته ازاي وايه مقاديره. ايه مقاديره دي بقى هنقولها مع بعضنا دلوقتي. المقادير يا حبايب قلبي، مقادير العيش الخبز او العيش البلدي بنعمله بالكيلو عادي مع بعضنا على القناه. اما العيش اللي بالتو ده اقل حاجه بتتعمل ربع. ايه ربع يا ام يوسف؟ عباره عن كيله، والكيله نصها احنا بنسميه ربع، ما بنقولش نص كيله بقى هنا، لا بنقول ربع ذره. احنا هنخبز ربع ذره، فهمتوني؟ الربع ده قد ايه يا ام يوسف؟ 3 صفايح. شفتوا الصفيحه بتاعت السمنه اللي بنشتريها من المحلات؟ الصفيحه ال2 كيلو مش ال3 كيلو. الصفيحه ال2 كيلو بنكيل بيها 3 مرات، يعني 3 صفايح ذره. ال3 صفايح ذره دول بيبقوا ربع كيلو، يعني بيبقى ربع ذره. الربع ذره ده اللي هو نص الكيله. الكيله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 6 صفايح، تمام كده. الكيله 6 صفايح. لما بنخبز 3، ال3 دول بيعملوا لنا حوالي شبر كده بايدك لفوق من العيش اللي انت شايفاه ده، يعني علو شبر لفوق كده. اما دول ويبه، دول ويبه يعني ايه؟ 12 صفيحه، تمام كده. ربعهم اللي هو 3 صفايح. لو واحده مثلا تخبز لوحديها، مثلا عيلتها صغننه يعني على قدها وعلى قد جوزها، تعمل ربع. الربع بسم الله ما شاء الله حلو. في ناس بتقولك طالما كده كده هخبز وهنوي الخبيز اعمل لي كيله. ليش بنحطه في القماشه دي زي ما انتم شايفين؟ علشان هو بسم الله ما شاء الله الله اكبر بيتفرك لوحديه كده، يعني بص ممكن لو عيل جه جنبيه جنب الرص بتاعه بيتفرك لوحده. العيش ده يا حبايب قلبي مش بنخزنه في التلاجة زي العيش التاني، لا العيش التاني هو اللي بنخزنه في التلاجة او في الفريزر. ده بنحطه في كراتين كده. شلنا الرص الاول اللي كان موجود وهنبدأ نحط مرص تاني. هنحطين الطوب ده في الارض كده اللي هو قدام الفرن ده علشان نحط عليه الصينية ولا الطبق اللي هو المرص اللي احنا بنرص عليه، ونفرش عليه قماشة او جرنان او ورقتين بيض نضاف ونبدأ نرص عليهم. كل واحدة ليها شكل في رص العيش بتاعها، يعني في واحدة بتحب تطبقه وتحطه في كراتين، في ناس بتحب ترصه بتبقى مبسوطة ان هو مرصوص كده بلاطة. اهي المطرحة اللي احنا حاطينها دي مطرحة قديمة بقى بتاعة السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، ما تنفعش تخبز معانا السنة دي، فبنحطها نطلع عليها مرص العيش، تمام كده. يبقى احنا كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في ناس بتحب ترصه في كرتونة
ليش؟ علشان خاطر ما يتبهدلش منها. يبقى لما تيجي تجيب البتاوة منه تجيبها سليمة على بعضيها كده ومطبقة على بعضيها، تبلها ماشي، وناكل بيها بقى اكل جميل وحلو زي العسل. بتاكلي بيه بيض وسمن بيبقى جميل، بتاكلي بيه جبنة قديمة او جبنة بيضة بيبقى جميل، بتسقيه في لبن بيبقى اجمل واجمل، بتاكليه مع الكشك الصعيدي بنسقيه ونعمل به كشك فتة كده بيبقى طعمه ممتاز، بنسقيه في العدس بيبقى ما شاء الله اللهم بارك حاجة جميلة. بصوا اكله في جميع الحاجات، بنبله كده زي الخبز الملدن وناكل بيه كل الاكلات اللي انتوا شفتوها دي واللي انا قلت لكم عليها دي. بنعمل الكشك على بيض وسمن ونبل البتاوه وناكل بيها. بص يعني هو انت طالما عندك العيش ده في البيت خلاص انت كده مطمنه. يعني عندي العيش ده في البيت اي غموز معاه بعمله بيتاكل بيه. تمام. الشكشوكه اللي هي بيض وسمن وعليها طماطم، دي سلطه طماطم كده على بيض وسمن ونحط عليها جبنه وناكل. جبت زبده من بتاعه اللي احنا بنخضها من الدبش او من الجاموسه ودهنتيها بيها كده وكلتيها، يعني ما بتفرقش، بتاكلي بيه اي حاجه بيبقى جميل وزي العسل. الوقيت بقى اللي بنطيب بيه، شفت البتاوه فيه ناس بتحب تقلبها على وشها علشان تتلدن من على الوش، وفيه ناس ما بتحبش تقلبها على وشها. شايفين طريقه التلدين بتاعته؟ علشان لو دخلت البتاوه لجوه قوي هتتحرق منها جوه، بتلدن على الهادي بره. فهمتوني؟ يعني جايبه البتاوه بره خالص اهي، والنار اللي طالعه بسيطه بتلدنها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يبقى احنا كده حبايبي بعد ما بيتلدن بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهجيب لكم حته تانية برضو للتلدين في الفرن. بصوا بتحاول وهي بترمي البتاوه في الفرن، لان هي ما شاء الله كبيره والمطرحه كبيره، فبتشد حيلها شويه وهي بترمي البتاوه علشان ما تكشش منها. الخبيز ده طبعا ليه ناس، مش كل الناس بتخبز العيش البتاو، لا الخبز ممكن اي حد يخبزه، بس العيش البتاو بصوا عايزين ناس متأسسة فيه ومتعلمة فيه الصح. فهم كلهم ربنا يبارك في صحتهم يا رب ويديهم الصحة والعافية اللهم امين. هنا القطعة زي ما انتم شايفين ما بنقطعش ونحط زي الخبز، ما بنجيبش ردة خالص عند العيش ده. كل الخبيز على العيش ده دقيق ذرة، ما بنجيبش دقيق قمح بلدي للخبيز، ما بنقطعش على دقيق. بسيطة لو هي قطعت بالتوا ولا 2 وحطتها في الطشت، بحيث ان هي عبال ما تبدأ تجدد خدعة تانية، لان عبال ما بتجدد الخدعة التانية بتاخد معاها وقت شوية. فبدل الفرن ما يقف ماشي بتكون قطعت 1 ولا 2 في الطشت اللي هي قاعدة على القطعة، يعني ربنا يديها الصحة يا رب. فبتقطع قطعة ولا 2 وتحطهم تجهزهم في الطشتية زي ما انتوا شايفين كده على الدقيق، وتبدأ تاخدها زي ما انتوا شايفين كده وتتوكل على الله، تشوف هي شغلها هنا واللي قاعدة على القطعة ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها يا رب، تبدأ تجدد خدعة جديدة. تمام. عبال ما دول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يشتغلوا. احنا الدقيق اللي بنخبز عليه يا ام يوسف، الدقيق اللي بنخبز عليه دقيق ذرة، بس دقيق ذرة مش حاطين له حلبة ولا رز. تمام. طيب الكلى بتاخد قد ايه حلبة ورز يا ام يوسف؟ الكلى بتاخد فيه ناس بتحب الحلبة الزيادة، بتقولك بتريح معدتي في العيش، بتحط نص قدح للكيلة. وفيه ناس بتقولك لا انا بحب ربع قدح بس علشان خاطر ريحة الحلبة ما تكونش زيادة قوي في العيش. بس عموما العيش اللي فيه حلبة بتحس انه اللي حلبته حلوة مظبوطة يعني او زيادة شوية ما بيجيلوش لا سوس ولا دود، لان الحلبة بطبيعتها مرة، فالسوسة والدودة ما يقدروش يوصلوا لها. يعني لو عندك حلبة موجودة في البيت ما تلاقيهاش لا سوست ولا وصل لها دود. تمام. يبقى احنا العيش اللي فيه حلبة بزيادة بيبقى جميل وبيبقى حلو وبيبقى فيه عرق ويتخبز معاكي جميل. اما اللي حلبته قليله، في ناس بتحب حلبته قليله، كل واحد طبعا وذوقه وحسب اكله وحسب ما هو بيحب، لازم يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. هنا بقى بتخدع الخدعه بتاعتنا، شايفين؟ لازم تهبط فيها جامد علشان تبقى خدعتها مظبوطه وتطلع منتج مظبوط عند الفرن، لان كل الحمل على القطعه. قطعتها تمام وظبطتها كده حلو، بتبص تلاقي كل الدنيا تمشي معاكي مظبوطه.